اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. هنعمل النهاردة مع بعض شوية شيش طاووق في منتهى الجمال. تتبيلة بسيطة سهلة جدا، طعمها فوق الروعة، وكمان هنعمله بطريقة تقديم جديدة هتبهر كل اللي هيشوفه من الشكل ومن الطعم. تعالوا مع بعض نعمله بتتبيلة بسيطة وبطريقة سهلة، ولا هتاخد مننا وقت ولا مجهود، وهتبقى النتيجة روعة. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هنا هنبدأ بيها التتبيلة. انا حطيت علبة صغيرة من الزبادي، حطيت عليها معلقة من الصويا صوص، وممكن معلقة مكانها من العسل الاسود او الابيض او الكاتشب، وحطيت معلقة كبيرة من المستردة، وبعد كده حطيت معلقة صغيرة مليانة من بهارات الفراخ، ورشيت رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح حوالي معلقة صغيرة، وبعدين نزلت معلقة صغيرة من الزعتر بيدي تطعيمة حلوة جدا للشيش طاووق، وفي الاخر حطيت معلقة كبيرة من بهارات شيش طاووق الجاهزة، ممكن نجيبها من عند العطار او في الاكياس، وبعد كده معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وحوالي 3-4 معالق من الزيت وعصير ليمونة كبيرة. هخلط المكونات دي كلها مع بعض، التوم والزبادي والبهارات والصويا صوص كده والمستردة مع بعضهم كده. وبعدين قلت وايه المشكلة بقى لما نزود معلقة من هريسة الشطة اللي احنا كنا عاملينها سوا؟ بصراحة روعة، بتنفع في حاجات كتير وسهلة. هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وبعد كده رحنا للفراخ بتاعتنا بعد ما جهزنا التتبيلة. الشيش طاووق معروف ان هو بيتعمل من اوراق الفراخ، بس لو انت حابة تعمليه من الصدور مفيش مشكلة، ممكن تعملي ميكس من الصدور والأوراق. بس المهم في الفراخ الغسيل بتاعها لازم نغسلها بطريقة كويسة، نبعد عن الخل خالص، وأهم حاجة نصفيها من أي مية قبل ما نحطها في التتبيلة بتاعتنا. لازم تكون الفراخ ناشفة جدا، ودي الحاجات الصغيرة اللي بتفرق جدا في طعم الفراخ بتاعتنا. سبتها في التتبيلة، ممكن تسيبيها ساعة 2 زي ما انت عاوزة، ممكن من بالليل. وفي الوقت ده حبيت اقطع شوية من الخضار اللي انا هحطه في اعواد الشيش طاووق. انا جبت هنا الاعواد، كنت مقطعة بصل زي ما انتوا شايفين كده وفلفل الوان، ما استخدمتش طماطم. انا ما بحبش استخدم الطماطم مع الشيش طاووق لانها بتنزل مية على الخضار، فلو انت حابة مفيش مشكلة. وكمان في ناس بتحط من التتبيلة دي على الخضار، بس انا بلاقي ان الخضار بيدبل وبيطرى زيادة عن اللزوم، فانا بستكفي برشة من الملح ورشة من الفلفل على الخضار، هو بتنزل عليه كمان الصوص من الفراخ وبياخد نفس الطعم. خلاص كده عملت سياخ الشيش طاووق بتاعي. طبعا عدد قطع الفراخ بتفرق من حجم، بتفرق حسب حجم الفراخ اللي احنا مقطعينها. انا حطيت في الاعواد هنا في اعواد فيها 3 قطع واعواد فيها 4، حسب الحجم اللي احنا مقطعينه. ده شكلها تتبيلة بسيطة جدا، طعمها مميز جدا، طعم المستردة مع الثوم مدي للفراخ تطعيمة جميلة. هنروح بقى لأهم حاجة، وهي طريقة التقديم. زي ما احنا متفقين ان طريقة التقديم لها عامل كبير جدا في الوصفة. جبت كده بطاطسيتين صغيرين ولفتهم في ورق حراري زي ما احنا شايفين كده، وقفلت عليهم كويس جدا. وبعد كده جبت طاجن صغير كان عندي اهو، وحطيت جواه البطاطس. مهم ان هي تكون محطوطة باحكام، ما تبقاش بتتهز او بتتحرك البطاطس جوه الطاجن. وهبدأ ان انا اغرز فيها كده اعواد الشيش طاووق بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، على شكل نافورة. ودي هتبقى طريقة سهلة جدا، وكأني عملت شواية جوه الفرن للأعواد بتاعتي. هخلص الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده، وممكن لو الكمية كبيرة نعمل أكتر من طاجن، بيبقى شكله جميل جدا في التقديم وجديد، وسهل ان اي حد على السفرة يقدر يسحب السيخ بتاع الفراخ وياكله بكل سهولة. بيبقى شكلها في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده. حطيت الطاجن بتاعي في صينية، وهحط في الصينية كوباية مية علشان البخار بتاع المية يسويلي الفراخ ويطريها عشان ما تنشفش مني، وخصوصا ان دي كانت صدور مش اوراق فنسبة الدسم فيها اقل. على ارضية الفرن درجة حرارة 200، حطيت المية في الصينية وسبتها ما بتاخدش اكتر من 3/4 ساعة او ساعة بالكتير. في الوقت ده رحت عملت صوص تومية كده، يعني انا مسميها التومية الكدابة، صوص كده سريع وبسيط وطعمه جميل جدا. حطيت علبة من الزبادي عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل، فصين توم مفرومين،
وكمان حطيت معلقتين كبار من المايونيز، وفي ثواني كان اجمل صوص تومية جاهز. كانت الفراخ بتاعتي اتشوت خلاص واخدت آه، اللون البني الجميل بتاع الشوي. كنت مسخنة فحماية كده على النار، حطيتها على البطاطس اللي احنا مغطيينها بالورق الحراري، وعملت كده حطيت شوية من الزيت على الفحم. طبعا الفحم طلع الدخان بتاعه، وكانت الفراخ بطعم الفحم، وكانت كأنها مشوية على الفحم بالظبط. شكلها جميل، طعمها أحلى. نصب بقى الصوص بتاعنا كده ونقدمه في طبق صغير كده يكون شكله جميل، علشان طبعا شكل الأكل عامل مهم قبل طعمه. خلاص كده قدمت الصوص بتاعي. وطبعا الأكلة الجميلة دي ممكن عيش وطحينة، ممكن أي حاجة احنا ممكن نقدمها جنب الشيش طاووق. بس أنا حبيت أكمل فرحة الأولاد، وحطيت لهم المكرونة الاسباجيتي اللي هم بيحبوها، وطبعا شوية شيبسي ما نقدرش نستغنى عنهم جنب الأكل. وبكده بقت الغدوة بتاعتنا جاهزة في أقل من ساعة. طعمها حلو جدا، شكلها جديد، سهلة ما أخدتش مننا وقت، ونقدر نعملها في أي وقت. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب تجربوه ويعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. أسيبكم في أمان الله، مع السلامة.